السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. جيت لكم في فيديو جديد من يوميات مامة عمر شانل. عملنا ايه بقى النهاردة؟ عملنا السحلب في البيت بطريقة سهلة وسريعة. وان شاء الله يعني احنا بنحب السحلب في الشتاء، دوت المشروب الاساسي عندنا في الشتاء. تعالوا بقى ايه اقول لكم احنا عاملينه ازاي. هنعمله في البيت خلاص، مش هنجيبه تاني من بره. خلينا متفقين على كده. جبت معلقتين لبن نيدو. لو مش عندك مثلا العلبه دي ممكن تجيب الكيس اللي هو بيتباع في المحلات او سوبر ماركت دوت. هو يجيب معاك المعلقتين. جبت ست معالق نشا، وجبت كوبايه رز وكوبايه سكر. وديت جبت سمسم وزبيب وجوز الهند ورشه فانيليا. لو انت طبعا عندك مكسرات اكتر من كده حطي، يعني لو عندك سوداني حطي، عندك لوز، عندك بندق، الموجود عندك حطيه. انا طبعا حطيت المتاح عندي. جبت الرز وخمرته ساعة، وبعدين رحت جايه واخداه من الشفاه، حطيته في مصفى نشف منه المية خالص. انا عايزاه مش فيه نقطة مية، عشان اعرف اضربه في الخلاط معايا وميلزقش في الكب معايا ولا حاجة، ويطلع كده بودر ويطلع سهل معاكي. يعني عشان لو برضو تنخليه بعد ما تضربيه كده برضو للضمان، تنخليه عشان لو في حاجات صغيرة ولا كده تتشال معاكي. انا كده هنا كنت ضربته خلصت الكميه اللي معايا. يعني شوف كوبايه الرز طلعت معايا كميه قد ايه، هتطلع معاكي كميات حلوه. كوبايه الرز وكوبايه السكر عملت لي معايا كميه كبيره، انت هتشوفها دلوقتي. انا بوريك اهو اتعمل زي البودره. بس برضو هنروح جايبين برضو مصفى للتأكيد برضو ان هو ايه. يعني انا كده كنت نخلت الكميه دي كلها، فانا بوريكي برضو وانا بنخله عشان خاطر لو في اي حاجه. رز يعني الرز اللي هو الصغير دوت اللي هو ما اتطحنش معايا حلو، فانا طلعه عشان انا عايزاه بودر خالص. مش عايزه يطلع معايا حته رز في السحل وكده، عشان انا عايزاه بودر بس. يعني ده اللي طلع معايا. انا برضو للتاكيد انا بقول لك انخلي، عشان أنا برضو لو ممكن طلع معاك حاجه زي كده. وبعدين بقى جبت السكر ورحت جايه ضرباه في الخلاط. برضو عايزه السكر بودر خالص، انا عايزه المكونات كلها بودر عشان يطلع معايا زي ما بنجيبه من بره بالظبط. خلصت بقى الكميه كلها، ضربت الرز وضربت السكر. هنحضره بقى. نزلت بكميه الرز اللي معايا ما شاء الله. يعني شوف كوبايه طلعت معايا كميه قد ايه. كميه كبيره يعني الكميه دي انت تعمليها هتكفيكي ممكن الشتاء كله. فانت عايزه تزودي بقى هتزودي المكونات اللي انت حطيتيها. يعني عايزه كوبايتين رز هتحطي 4 معالق من اللبن البودر، هتحطي كوبايتين سكر. برضو دوت محلى مش زي اللي احنا بنجيبه من بره. فوانت بتحضري فما تحطيش سكر الا ما تدوقيه الاول، عشان انا حاطه هنا معايا سكر. وزودي الكميه، يعني برضو النشا اديله 6 معالق على الكميه دي. انت لو هتزودي الكميه هتضاعفيها، فخلوهم 12 معلقه نشا. النشا مش بنكتره، عشان انت برضو عندك هنا عنصرين نشا، عندك نشا الرز ودوت النشا العادي اللي احنا بنجيبه. ده 6 معالق نشا كده. نزلنا بقى كله كده وهنقلب كل ده في بعضه. وبعدين رحت جايبه رشه الفانيليا، هحط معايا رشه فانيليا. انت عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه تحطها براحتك. بس انا طبعا الفانيليا بتديله ريحه حلوه. دي بقى جبت بقى السمسم والزبيب وجوز الهند. انا زي ما قلت لك ده المتاح عندي، بس السمسم معايا اساسي، وجوز الهند والزبيب دول اساسي معايا في السحلب. انت بقى عايزه تزودي الحاجات التانية، عايزه تزودي تحطي سوداني، عايزه تحطي عين جمل، المكسرات اللي متاحه عندك عايزه تحطيها حطيها. بس التلاتة دول اساسي معايا في السحلب. ان شاء الله السحلب ده هيعجبكم ان شاء الله. تجربوه وتقولي برضو في الكومنتات طلع معاكم ازاي وطلع معاكم ايه وبرضو ما تكتريش وانت بتعمليه، عشان خاطر طبعا احنا معانا قوانين نشا زي ما قلت لك، فمش يبقى تقيل معاكي قوي. هنعمله برضو هنحضره مع بعض دلوقتي. انا بقى هنا كنت خلصت تقليب، فرحت جايبه ايه برطمان عندك كده، وروحي جايه ايه معبيه. طبعا دي طلعت معايا كميه كبيره، انا حطيته في برطمانين. يعني شوفوا ما شاء الله البرطمان عندي كان قد ايه. يعني لو بنجيبه من بره مش مستحيل يملى عندنا البرطمان ده. وشوف احنا بنجيبه بقد ايه من بره. احنا دلوقتي مالينا برطمانين ما شاء الله بايه، بكوبايه رز، كوبايه سكر، ومعلقتين لبن بودر، وعندي 6 معالق نشا، وزبيب وجوز الهند مش كتير. يعني حاجات كلها موجوده في البيت انت ممكن تعمليه، مش هنجيب حاجه يعني من بره. ورشه الفانيليا قلتلك برضو حسب الرغبه. بس كده يبقى كده بقى متحضر معايا وخلصان. في اي وقت بقى احنا ممكن نعمله براحتنا. تعالوا بقى نحضره مع بعض ونشوف انا ايه النتيجه طلعت معايا ازاي. انا بقى هنا جبت كوبايه لبن
وحطيت عليها ايه، حطيت عليها 3 معالق من السحلب. بس انا مش هحط السكر بقى طبعا لما ادوق الاول. بعدين انا حطيت هنا معلقه سكر واحده بس، عشان انا قلتلك هو اللي السحلب معايا ده محلى، فما تكتريش سكر. غير يبقى طبعا اللي بيجي من بره ما بقاش فيه سكر خالص. ما شاء الله، شايفين طالع عامل ازاي؟ سحلب ده ولا مش سحلب؟ ما شاء الله. يعني لو عجبك الفيديو مش تنسوا الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس.